السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ملك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي ازيك؟ حضرتك كده؟ الحمد لله رب العالمين. اخباركم ايه؟ تمام بخير؟ الحمد لله. يا رب دايما. أمانة. انا فهمت كده ان انتوا جبتوا الكتاب خلاص، مش كده؟ معاكم الكتب؟ أيوة. تمام اوكي. أيوة. اوكي تمام. فين بقى سيف وفين نسيب وفين ميلاد وفين الناس الحلوة دي؟ طيب هنبتدي ان شاء الله لحد ما يجوا. احنا يعني يتابعونا على الفيس اللي هيفوتوا حاجة. ادي سيف. تمام. السلام عليكم، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله، صحتك يا مستر؟ اخبارك ايه؟ تمام يا بطل؟ الحمد لله. كتاب معاك مش كده؟ نعم. معاك كتاب؟ كتاب، أيوة. تمام. طيب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن تدبيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت سبحانك تجعل الصعب إن شئت سهلا. أولا وحشتوني إن شاء الله. مبروك عليكم طبعا الترم الأولاني النجاح، وإن شاء الله يبقى ترم جميل. هنتعلم فيه حاجات كتير، وهنستفيد حاجات كتير، وهنفهم حاجات كتير بتحصل في حياتنا. يمكن من غير ما ندرس علوم ما كناش هنفهمها. ازيك يا اياد؟ السلام عليكم، عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا مستر؟ يا رب دايما بخير. معاك الكتاب طبعا، انت قلت لي جبته مش كده؟ اه. طيب بداية آه تعالوا نفتكر شوية حاجات كده من الترم الأولاني هنبني عليها الشغل بتاع الحصة دي، يمكن والحصة اللي جاية، أو يمكن 3 حصص كمان. فكروني كده. اه احنا كنا أخدنا طبعا الرموز الكيميائية للعناصر، واخدنا كمان انه اخدنا تركيب الذره، وقلنا ذره بتتكون من A و A، هسألكم دلوقتي عليها. وقلنا في طبعا جزء مهم جدا في الذره له علاقه بالتفاعلات الكيميائيه. تعالوا ناخدها واحده واحده كده، وهسأل مثلا ملك. قولي لي يا ملك، الهيدروجين رمزه ايه؟ هيدروجين، لو قلت هيدروجين ايه؟ اتش. اتش. تمام شكرا. ريم ده رمز ايه؟ ريم نعم. ده رمز ايه؟ ايه؟ مش سامع يا كريم. مش فاكره؟ قولي مش فاكره عادي، يعني ده الكتاب الاولاني. احنا بنفتكر عشان حاجات ما ننساهاش. مش فاكر. مش فاكره، هسألك على حاجه تانية. ده رمز ايه؟ كربون. برافو عليكي، تمام. سيف ده رمز ايه؟ لا، اتش اي. اه هيليوم. هيليوم، برافو عليك. افتكرتيه يا ريم كده؟ اوكي اياد، قول لي يا اياد السيليكون. ليلي ليلي سيليكون سيو. رمزه ايه؟ معرفش، بس بتهيألي سي يو. كده سي يو كده. ها؟ فاكر العمود الكهربي البسيط؟ فاكره؟ كان هنا موجب وهنا سالب. كان الموجب ده ايه؟ نحاس. وكان رمزه ايه؟ صح، النحاس. كان رمزه ايه؟ مش فاكر. سي يو. يبقى سي يو ده النحاس. تمام شكرا.
ملك، امال التاني ده كان ايه؟ إيه؟ العمود التاني او اللوح التاني اللي موجود في العمود الكهربي البسيط اللي هو القطب الثالث كان ايه؟ ساقي خرسين. اللي هو رمزه ايه؟ جد جدا. زد ان. ممكن نسميه خرسين او حاجه تانيه. ايه؟ أو زنك. او زنك. الاسم ده جاي من الزنك اهو، زد ان، زنك. تمام، وده النحاس. ريم، السيليكون فاكره بقى رمزه ايه؟ طيب قولي لي الاس ده رمز ايه؟ الكبريت. برافو، حلو قوي، كبريت. والكبريت اصلا الاس دي جايه من كلمه سيلفر. طيب تفكري معايا كده، سيليكون ممكن يبقى رمزه ايه من اسمه كده؟ السيليكون بيتكتب بالانجليزي كده، يبقى رمزه ايه؟ السيو. كده كده، مفيش يو هنا خالص. جبت اليو منين؟ اس اي. اس اي. احنا بناخد اول حرف، لو لقينا حاجه شبهه نقوم ناخد التاني كمان، يبقى الاولاني كابيتال والتاني سمول. اس اي ده هو السيليكون. شكرا. سيف، تمام. الفضه رمزها ايه؟ ها؟ الفضه. الفضة. ها. ثانية. اي جي. الفضه اي جي. برافو عليك، اي جي الفضه. شكرا. اياد، ما دام قلنا فضه يا اياد لازم نقول الذهب. اياد، اياد، مش فاكر؟ قول مش فاكر. ما تخافوش من حاجه، مش فاكر بس خلاص. هسألك على حاجه ثانيه. تمام. بقول ايه؟ لا، ما هو انا هسأله على حاجه ثانيه وهرجع لك اسألك يا سيف. حاضر. تمام. قول لي طيب يا اياد، المغنيسيوم من اسمه كده، ها؟ رمزه ايه؟ هو ام جي جي. لا، ام اي جي. اه. تبقى ام ايه. لا، هو في حاجه ام اي، احنا اخدنا الام والجي. ام جي. ام جي مغنيسيوم. تمام. سيف قول لي الذهب ايه؟ اي يو. ايو. تمام. من الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها كتير، ممكن نشتغل عليها كتير، اساسي هو الاكسجين. فانا هسأل ملك، الاكسجين رمزه ايه يا ملك؟ اوتو. الاكسجين لما اقول لك رمزه ما تجيبيش 2، 2 ده جزيء. الرمز خدي بس الايه؟ او. او بس. تمام، ده الرمز. يبقى الاكسجين ده رمزه او. الاكسجين والهيدروجين، الكربون والكبريت، المغنيسيوم، الحاجات دي هنشتغل، اكسجين، الحاجات دي هنشتغل عليها كتير. عندنا كمان اليود والبوتاسيوم والحديد والصوديوم. تعالوا ناخدهم كده، اليود والبوتاسيوم والحديد والصوديوم، ونشوف دول رموزهم ايه. يود، بوتاسيوم، حديد، صوديوم. ريم، قولي اي واحد. نعم. اختاري اي واحد. البوتاسيوم كي صح؟ بوتاسيوم كي اسهل واحد. ماشي، تمام، شكرا. يا اياد، اختار اي واحد. الحديد. تمام. اف ايه. اف اي. تمام.
ايه سيف؟ لسه اتنين، اختار واحد فيهم. نعم. اخترت ايه؟ زود لك. طيب عندنا النيتروجين، وعندنا هنا هناخد ليثيوم كمان. امم اختار واحد قول لي رمزه. اختار واحد دور. ليثيوم، يود، صوديوم، نيتروجين. استأذن حضراتكم، لأنه أنا قلت أنتوا يعني قافلين الكاميرات بداية الحصة بس عبال ما نظبط الدنيا، لكن الموضوع طول قوي. استأذن حضراتكم اللي ما عندوش عذر إنه يفتح الكاميرا يفتحها. كلكم عندكم أعذار؟ طب اللي عنده عذر يقول لي إيه عذر؟ النت بيبقى مش حلو لما افتح الكاميرا. ريم متعود إن ريم الدنيا عندها مش ظابطة فبتبقى قافلة الكاميرا على طول. طيب مالك عندك مشكلة في النت؟ معلق ومش سامع حضرتك، عاوزة اقول انهي رمز من ساعتها. تمام. طب إياد عندك مشكلة في النت؟ لا، ما عنديش مشكلة في النت، لسه يعني لسه راجع مشوار اصلا. مش قادر. مش هيبقى شكلك وحش على الكاميرا يعني؟ كلهم زمايلك يعني. طيب مالك عندك مشكلة في النت؟ مالك؟ مالك؟ يعني كلكم عندكم مشاكل يا جماعة؟ يعني أنا عايز أشوف واحد. طيب شوف واحد. هو انا لسه انا كنت شكرا يا مشغلها، مان. لكن لما في هنا مشكلة عندنا بتحصل ان الارضي الفعل الشركة بتحدث حاجات في التليفون الارضي، فالنت عندنا الراوتر كله بيفصل. هو باين من الصوت وأنت بتتكلم يا سيف إن في مشكلة في النت. باين من الصوت يا بابا. تمام. إياد افتح بقى، أنت ما عندكش عذر. إيه جاي تعبان؟ اغسل وشك وكده وافتح الكاميرا. اتفضل. مش عارف. ما فيش إيه جاي تعبان دي ادي مالك قفلت اهي. يا جماعة ما ينفعش نتفاعل مع بعض وقافلين الكاميرات. تمام. طيب انت قلت لي ايه يا سيف؟ اي واحد، اخترت اي واحد. سيف. طيب قبل ما سيف يرجع، اياد. ما انا قلت وماله؟ قول تاني. انا ليا غلط، قول تاني. هو النيتروجين ان ايه؟ النيتروجين ان ايه؟ النيتروجين ده قديم. قديم النيتروجين ده. يعني هو احنا بنختار حرفين ليه؟ لما يبقى في واحد متاخد قبل كده بحرف واحد وفي واحد تاني شبهه بنفس الحرف، فأقوم انا اجي اخد في الجديد الحرف الاول والتاني. وصلت؟ عشان كده بقول لك النيتروجين قديم. يعني ايه برضه؟ ما فهمتش ولا فهمت؟ القديم ده بيبقى حرف واحد لان ده اللي تم اكتشافه الاول، فيبقى ده الاولاني ان حرف واحد. ان 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 النيتروجين ان. تمام، حلو قوي. ريم الصوديوم. سيف. الصوديوم. اه
الصوديوم اسمه ناتاريوم باللاتيني. وده اسمه باللاتيني مش بالانجليزي. فرنسي. مستر احنا كده حلينا المشكلة، فافتح الكاميرا تاني عشان كده ما عنديش مشكلة. تمام يا حبيبي، اشكرك. ريم، نعم. مش فاكرة قولي مش فاكرة. هختار لك حاجة تانية. وبعدين اختار انت واحد، عندك الليثيوم اليود والصوديوم. وهاتيه من اسمه. مستر انا كنت قلت النيون. قلت الايه؟ انا كنت قلت النيون. قلت النيون. تمام. ايه؟ انا مش فاكرة ولا واحد. طيب، عشان تبقى سهلة بالنسبة لي كريم، احنا كنا بناخد الاسم من الاسم الانجليزي، مفيش بالانجليزي بيبقى باللاتيني، بس الاغلب هتلاقيه بالانجليزي. فاحنا الليثيوم اصلا بيتكتب كده. فاول حرفين اهو. اليود بيتكتب كده. وده قديم. الصوديوم بناخده باللاتيني اسمه ناتاريا. فاحنا عندنا النيتروجين اهو ان. ينفع اخد ده ان بس؟ هاخده الاول والثاني. كتبت لك شوف هتختار ازاي بقى زي ما احنا اتعلمنا. طيب شكرا يا ريم. ملك، قولي لي ليثيوم كده هيبقى رمزه ايه؟ ايه؟ ليثيوم هيبقى رمزه ايه؟ ال اي. الليثيوم هيبقى ال اي. برافو عليك اهو، اول حرفين ليثيوم. طيب يا سيف، كده اليود هيبقى رمزه ايه؟ نيون. يود. ها؟ اليود. مش فاكر بس. اليود اسمه بالانجليزي ايودين. الايودين اوله اي، يبقى رمزه ايه؟ اي، عشان هو حاجه قديمه برضه. تمام، يبقى ده اي. اخر واحد الصوديوم يا اياد، وده اشتغلنا عليه قوي الترم الاولاني. ان ايه؟ الصوديوم رمزه ان ايه؟ لان ده اللي باللاتيني اللي اسمه ناتاريوم. حلو قوي. مهم قوي ان احنا نبقى فاكرين الرموز دي. طيب، عرفنا انه في حاجه اسمها العدد الكتلي وفي حاجه اسمها العدد الذري. وقلنا ان الذره بتتكون من نواه ومجموعه الكترونات بتدور حواليها، مش كده؟ جوه النواه ده في ايه يا ريم؟ جوه نواه فيها ايوه، بروتونات موجات بروتونات سالب. فيها بروتونات. شحنتها ايه؟ الايه؟ فيها بروتونات، بتقولي شحنتها ايه؟ موجب. حلو. وجوه النواه في ايه كمان؟ احنا قلنا ان الذره عباره عن نواه، وبيلف حوالين النواه ده اهي في مستويات طاقه، بيلف حواليها جسيمات صغيره كده. تمام. جوه النواه ده قلت لي حضرتك في بروتونات وشحنتها موجبه. في ايه كمان؟ نيترونات. برافو عليكي، نيترونات. ودي شحنتها ايه؟ متعادلة. تمام، برافو عليكي. وبالتالي كده شحنة
على بعضها، شحنة النواة على بعضها ايه؟ موجب. موجبة، برافو عليكي، شحنة النواة كلها موجبة. طيب شكرا. يا ملك، هو اللي بيلف حوالين النواة بتاعت الذرة دي ايه؟ الكترونات سالب. الكترونات سالبة. الالكترونات بتبقى سالبة. الكترونات بتبقى سالبة. حلو قوي. تمام. طيب قلنا انه لو في حاجة زي الصوديوم بنلاقي هنا رقم 23 وهنا رقم 11. هو ايه الرقم اللي فوق ده؟ يا سيف. الرقم اللي فوق اه، العدد الكتلي. ده العدد الكتلي. ده بيعبر عن ايه؟ نعم. عبارة عن ايه العدد الكتلي ده؟ عدد البروتونات الموجودة داخل الذرة. البروتونات بس؟ الكتل البروتونات؟ البروتونات والنيوترونات مع بعض اللي موجودين في النواة. حلو قوي. امال يا اياد ال 11 اللي تحت دي ايه؟ العدد الكتلي. يعني اللي فوق الكتلي واللي تحت الكتلي؟ الذري. اه، العدد الذري. وده بيعبر عن ايه يا بطل؟ يعني عدد ايه ده؟ عدد ايه؟ الإلكترونات. العدد الذري بيعبر عن عدد الالكترونات؟ هو اصلا بيعبر عن عدد الالكترونات؟ ولا هو بيعبر عن حاجة بتساوي عدد الالكترونات؟ اه. شكرا اياد. ريم، العدد اللي تحت ده بيعبر عن ايه؟ العدد الذري اللي قال عليه من شويه اياد ده بيعبر عن ايه؟ عباره عن عدد ايه؟ أنا مستر. ريم. يا ريم، نعم. العدد الذري ده عباره عن عدد ايه؟ عدد ايه في الذره؟ البروتونات. برافو عليكي، عدد البروتونات الموجبه اللي موجوده في النواه. الله. امال يا سيف هو ليه اياد قال ان هو عدد الالكترونات؟ سيف، نعم. إيه الدنيا مش ظابطه معاك ولا ايه؟ لا، وأنا ما سمعتش هو إياد إيه؟ اياد قال على العدد الذري ده عدد الالكترونات. هو ليه لخبط قال الكلام ده؟ وهل الكلام ده صح ولا غلط؟ وامتى يبقى الكلام ده صح؟ طيب سيف، في مشكلة يبدو في النت. ملك، أيوه. قولي لي هو ليه اياد قال على العدد الذري ده عدد الالكترونات؟ لأن عدد الإلكترونات في الذرة العادية في حالتها العادية يساوي عدد البروتونات. برافو عليكي، في الذرة في حالتها العادية عدد الالكترونات بيساوي عدد البروتونات. فعشان كده انا لما اجي بعمل حتى التوزيع الالكتروني بتاعي بعتمد على العدد الذري ده. تمام، اوكي. سيف، ظبطت ولا لسه؟ بتقول يا بطل؟ الزوم خرجني مرتين لحد الآن من غير ما أضغط على حاجة. النت. دي مشكلة النت يا بطل. طيب تمام. تعالوا نكمل عشان اللي جاي ده بقى مهم قوي، هيدخلنا في الدرس بتاع الترم ده. ثانية واحدة يا ولاد.
تمام. السلام عليكم. تمام معايا. احنا قلنا انه عدد الالكترونات اللي موجودة في اكبر ذرة في اكبر الذرات كام؟ اكبر ذرة فيها كام مستوى طاقة؟ صح كده؟ عامل صح؟ 7 مش كده؟ دي أكبر ذرة موجودة في الكون، بيبقى فيها 7 مستويات للطاقة. حلو قوي. تمام. طيب لما بنيجي بنوزع ازاي؟ قلنا في قاعدة بنوزع على أساسها. احنا عندنا مستوى الطاقة الأولاني ده K L M N O P و Q. حلو كده؟ لما باجي أوزع، أول مستوى طاقة بياخد كام إلكترون؟ 2. الثاني 8. الثالث 8. ليه 8؟ هو أنت عارف أنا معايا كام؟ هو احنا إيه القاعدة اللي بنوزع على أساسها؟ 2 ناقص 2. حلو جدا. وده المستوى الأولاني، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع. بنشتغل لحد الرابع بالحكاية دي. طب 2 ناقص 2 في المستوى الثالث هتبقى كام؟ 2 في 3 أس 2، يعني 2 في 3 في 3، 3 في 3 في 9 في 2 ب 18. صح؟ يعني مستوى الطاقة الثالث ما بياخدش 8. احنا كنا بنحسب 8 لأن عندنا الإلكترونات بتبقى قليلة، فما ينفعش نحط لمستوى الطاقة الأخير أكتر من 8. بسيبه في 8 والباقي بحطه في اللي بعد كده. طيب يبقى هنا 18. طب واللي بعده؟ 32. 32. برافو. طب واللي بعده؟ احنا بقى ما قلناش هنشتغل باللي هي 2 ناقص 2. صح، برافو عليك. وليه وده ليه؟ لأن اللي هي القاعدة دي بتشتغل لحد مستوى الطاقة الرابع بس. ليه برضه؟ لأن الذرة لما بيكون عددها لو عدد إلكتروناتها أكتر من 32 بتكون الذرة غير مستقرة. غير مستقرة. برافو عليك. انت فاكر اهو. امال ايه بقى؟ ما انت كنت فين؟ تمام. وبالتالي اقدر اقول ده اخره كام؟ الخامس ده هيبقى اخره كام؟ احنا قلنا لو اكتر من 32 هتبقى غير مستقرة، يبقى ده اخره كام؟ مالك قولي. وبيتهيألي يا 8 يا 32. اخره 32. وخدوا بالكم ان هو زي ما انت قلتي ده يا اما بياخد 8 يا 18 يا 32. طب ده بيتوقف على ايه؟ الحكايه دي بتتوقف على ايه؟ ان انا بعد ما وزعت هنا اللي باقي معايا هنا كام؟ اللي باقي معايا هنا يجيب 8، احط ال 8 والباقي احطه هنا. طب اللي باقي يجيب 18، يعني يعدي ال 18 بحاجه بسيطه، احط 18 هنا احط الباقي هنا. طب اللي باقي يجيب مثلا 32 وزياده سنه، اروح احط 32 ونكمل هنا. طب الزياده سنه دي لحد فين يعني؟ اقل من 8. يعني انه اللي بعده ده ياخد 1 2 3 4 5 6 او 7، ياخد حاجه من دول. هتفهم حاجه؟ ايوه. تمام. ونكمل بنفس الفكره. دول برضو اخرهم كده 8 18 32 8 18 32. طيب كنا دايما بنقول ان احنا عندنا غازات. كنا بنحدد اصلا انه الذره دي
او العنصر ده نشط او غير نشط من خلال ايه؟ ايه اللي بيخليني اقول ان ده نشط وده غير نشط؟ ايه اللي بيحدد الحكايه دي؟ آخر مستوى للطاقة. اخر مستوى للطاقه، برافو. ماله؟ بيكون مكتمل ولا غير مكتمل؟ لو كان مكتمل يبقى الذره نشطه ولا لا؟ لا. طب ولو كان غير مكتمل؟ تبقى نشطة. تبقى نشطه. حلو قوي. طيب، ومستوى الطاقه الاخير ده بيكتمل بكام الكترون؟ 8. 8. طب وحتى الاولاني؟ مستوى الطاقة الأولاني يكتمل بكام الكترون؟ 2. يبقى كل اخر مستوى طاقه بيكتمل او بيتشبع ب8 الكترونات، فيما عدا اول مستوى. اول مستوى بياخد الكترونين بس عشان يتشبع. وقلنا ان مستوى الطاقه الاخير ده اللي بيحدد اذا كان الذره دي بتخش في التفاعلات يعني نشطه ولا ذره خامله. لو مستوى الطاقه ده متشبع، الاخراني ده واخد 8، الذره دي خامله. لو اقل من 8 يعني من 1 لحد 7 نشطه. خلاص كده؟ طيب. الله. إذن احنا عندنا عناصر في الكون اللي اكتشفوها لحد دلوقتي 118 عنصر اكتشفوا إلى الآن من عناصر اللي موجودة في الكون. كله بقى انت بتتكلم في حديد وزئبق ونحاس وكربون وكبريت واكسجين ونيتروجين، كل ده كام؟ كل دول 118 عنصر. يبقى العناصر، عدد العناصر في الطبيعة 118. حلو قوي. كلهم يعني كده موجودين في الطبيعة على طول ولا في منهم حاجات تم تخليقها؟ يعني ايه؟ يعني تصنيعها. الله، هو ينفع العناصر تتصنع؟ ينفع. مش انا قلت لحضراتكم ان انا اللي بيحدد لي العنصر مش الالكترونات، اللي بيحدده لي البروتونات والنيترونات. لو عرفت العب في دول، اغير اعدادهم في عنصر، اعمل عنصر تاني. وده اللي العلماء بيعملوه، بيشتغل هنا. ودي طبعا عمليه صعبه جدا، وعشان كده بيسموها دي بتبقى تفاعلات نوويه وخطيره جدا، منتهى الخطوره. ولذلك المفاعلات النوويه بتبقى يعني في اماكن مخصصه وبعيده ومحميه وحكايه جامده جدا. لو حصل تسريب بتحصل بلاوي. فبيلعبوا في الحته دي بتاعت النواه من جوه في البروتونات والنيترونات. لو دول اتغيروا يدوا عنصر تاني. فهم خلقوا كام واحد بقى؟ صنعوا كام واحد؟ العلماء صنعوا كام عنصر؟ صنعوا تقريبا 26 عنصر الى الان لغايه دلوقتي. والعناصر المكتشفه ال 118 دي برضو الى الان، يعني هم كل شويه بيتم اكتشاف عناصر. نطرح ده من ده يطلع كام؟ 92 صح؟ ال 92 دول عدد العناصر اللي موجوده في الطبيعه. دول الطبيعيه اللي موجودين، ربنا خلقهم. عدد العناصر الموجوده في الطبيعه اللي هي الطبيعيه، اللي هي مش مخلقين، مش مصنعين. امال دول ايه؟ 26 دول عناصر مصنعه، او احيانا بيسموها مخلقه. يعني تم تصنيعها، اتعملت يعني، بس هي مخلقه. دي الخلق ده ربنا بيخلق من لا شيء، لكن هم يعني عملوها من حاجه موجوده يعني، فصنعوها. بنعتبرها مصنعه احسن، الكلمه مصنعه احسن يعني. 26 عنصر، 92 اصلا الطبيعيين اللي موجودين في الطبيعه، 26 صنعوا، يبقى الاجمالي كله 118 عنصر اللي موجودين في الطبيعه الى الان. نقسمهم مبدئيا، وان شاء الله لما تروحوا سنه ثانيه هتلاقي فيه
تقسيمات تانية كمان، يعني في تفريعات كمان للحكاية، لكن مبدئيا كده هنقسمهم لحاجة اسمها فلزات وحاجة اسمها لا فلزات وعناصر خام. التقسيمة دي بناء على ايه؟ التقسيمة دي بناء على عدد الالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير. هنقسمهم لإيه؟ هنقسمهم لفلزات ولا فلزات، وإيه تاني؟ وغازات خام. أصل هو الخامل ده له غازات بس، يعني مش عناصر خاملة، في غازات بس هي اللي خاملة. طيب حلو قوي. إيه الفرق يعني؟ ما أنا ما فهمتش. الغازات الخاملة دي سهل إن إحنا نفهمها. الغازات الخاملة دي ما دام خاملة يبقى مستوى الطاقة الأخير بتاعها واخد كام إلكترون؟ 8. أو لو هي عندها مستوى طاقة واحد يبقى واخد 2، يعني مستوى الطاقة الأخير بتاعها متشبع بالإلكترونات 2 أو 8. ده مستوى الطاقة الأخير. الله، حلو قوي. متشبع بالإلكترونات، وبالتالي الغازات الخاملة دي ما بتدخلش في التفاعلات الكيميائية. الله، أمال إيه الفرق بين الفلزات ولا فلزات في مستوى الطاقة الأخير؟ الفلزات مستوى الطاقة الأخير بتاعها احنا هنقسم مستوى الطاقة الأخير المفروض زي ما قلنا إنه بيتشبع ب8. لو هو أقل من 4 يعني إيه؟ 1 2 أو 3. مستوى الطاقة الأخير لو فيه إلكترون أو 2 إلكترون أو 3 إلكترون، في الحالة دي يبقى فلز. هنفهم دلوقتي هو أنا ليه فلز ومش فلز، يعني ما هيبقى مميزاته إيه الفلز ده؟ لا، الفلز ده له خواص هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. طيب اللا فلز هنعدي ال4 وناخد ال5. لو 5 إلكترونات 6 أو 7 إلكترونات، في الحالة دي بنقول إن هو ده فلز. ده إيه؟ ده مستوى الطاقة الأخير. إحنا كلامنا كله على مستوى الطاقة الأخير، هو اللي عمل التقسيمات دي، هو اللي مخلي ده فلز ولا فلز وغازات خاملة. التقسيمات دي لينك فصل، هنرجع تاني نبعت لينك جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينك جديد، يلا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. إذا نقدر نقول إن الفلزات لو جينا نعرفها بقى هنقول هي عناصر تحتوي أو يحتوي مستوى الطاقة الخارجي، يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أقل
من 4 إلكترونات. الله، لو أنا قلت كده يبقى أنا هعرف كده بسهولة أعرف اللافلزات. تعالوا كده نعرف اللافلزات بنفس الطريقة. مين يقول لي؟ احنا قلنا الفلزات عناصر يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أقل من 4 إلكترونات، يعني 1 2 أو 3 إلكترون. خلاص؟ أمال اللافلزات عناصر نفس الكلام. ها، مين يقول معايا؟ يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أكثر من 4 إلكترونات. الخارجي لذراتها على أكثر من 4 إلكترونات. عشان نوضح يعني كام أو كام أو كام؟ 5 أو 6 أو 7 إلكترونات. الله، 4. لا الأربعة دي حكاية تانية هنعرفها إن شاء الله في سنة تانية. عدي الأربعة دلوقتي عشان فيها تفاصيل، عشان في حاجات اسمها أشباه فلزات وفي أقلاء وفي حاجات هتعرفها في سنة تانية إن شاء الله. لكن خلينا ندرس الأشهر، دول الأشهر اللي احنا بندرسهم، دول أشهر عناصر. خلاص كده؟ طب أنا عايز أعرف الغازات الخاملة، أعرفها إزاي؟ ازيك يا زيزو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام. تابعت الجزء اللي فات على الفيس؟ لا. ما تابعتش. طيب. بسرعة كده يا جماعة عشان يزيد فكرة سريعة قوي. بص يا يزيد، العناصر اللي موجودة في الطبيعة احنا قلنا ان هم 118 عنصر، من ضمنهم 92 ربنا خلقهم كده طبيعيين، وفي 26 العلماء صنعوهم. وحكينا مع زمايلك بتابع الفيس صنعوهم ازاي. الاجمالي كده 118 عنصر موجودين في الطبيعة. كويس؟ اشهر العناصر دي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي هي الفلزات واللافلزات والغازات الخاملة. بتتقسم ازاي العناصر دي بناء على الالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الخارجي ليها. فالفلزات الكترونات مستوى الطاقة الخارجي في الذرة بتاعتها بتبقى يا اما 1 أو 2 أو 3 الكترون بس. طب اللافلزات الكترونات مستوى الطاقة الخارجي للذرات بتاعتها بتبقى يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7. حلو؟ طيب الغازات الخاملة دي بتبقى الكترونات مستوى الطاقة الخارجي بتبقى متشبعة. يعني ايه؟ يعني لو هو مستوى واحد بس الاولاني يبقى هياخد الكترونين، لو هو الثاني لحد السابع هياخد 8 الكترونات. مستوى الطاقة الخارجي بتاعها متشبع بالالكترونات. عرفنا الفلزات، قلنا عناصر يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على اقل من 4 الكترونات، يعني 1 او 2 او 3 الكترون. اللافلزات عناصر يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أكثر من 4 إلكترونات، يعني 5 أو 6 أو 7. أمال لو جينا نعرف الغازات الخاملة هنقول إيه؟ لما نيجي نعرف الغازات الخاملة مهم قوي إن إحنا نقول إن هي ما بتشتركش في التفاعلات الكيميائية. مش ده اللي حاصل؟ خاملة يعني ما بتشتركش في التفاعلات الكيميائية. حلو قوي. فهنقول إن هي عناصر لا تشترك في التفاعلات الكيميائية. الله، مش هنجيب سيرة مستوى الطاقة الخارجي، لا هنجيب سيرته، ده أساس. ده أساس التقسيم أساسا. سبب انها ما بتشتركش في التفاعلات الكيميائيه ان مستوى الطاقه الخارجي بتاعها مكتمل بالالكترونات. حلو قوي. يبقى العناصر الخامله او الغازات الخامله هنقول ان هي عناصر لا تدخل او لا تشترك في التفاعلات الكيميائيه. ليه؟ ايه السبب؟ لاكتمال او لتشبع مستوى الطاقه الخارجي لها، لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لها بالإلكترونات، أو لأن مستوى الطاقة الخارجي بتاعها متشبع بالإلكترونات. خلينا نقولها كده بشكل أفضل، لأن مستوى الطاقة الخارجي لها متشبع بالإلكترونات. لأن مستوى الطاقة الخارجي
لها متشبع بالالكترونات. خلاص كده؟ مكتمل متشبع، ما تدخلش في التفاعلات الكيميائيه. حلو قوي. يبقى كده الفلزات 1 2 أو 3 مستوى الطاقة الخارجي، اللافلزات 5 أو 6 أو 7. الغازات الخاملة يا إما 2 يا إما 8. ليه متشبع فما بيخشش في التفاعلات؟ معنى كده إن دول بيخشوا في التفاعلات الفلزات واللافلزات؟ طبعا بيخشوا في التفاعلات. هنعرف كمان شوية هم بيخشوا في التفاعلات عشان يعملوا إيه؟ يعني هو فلز بيخش في التفاعل عشان يعمل إيه؟ عشان يوصل لإيه؟ الذرة توصل لإيه؟ هنعرف دلوقتي. واللافلز برضه بيخش في التفاعل عشان ذرته توصل لإيه؟ ولما يتفاعل هيتحول لإيه؟ بس الأول خلينا ناخد الخواص بتاعة الفلزات، لأن هم كده ما دام عندهم الحكاية دي هيبقوا شبه بعض في حاجات كتير. الفلزات شبه بعض في إيه بقى؟ تعالوا نشوف. دكتور أنا عندي سؤال. اتفضلي. هو لو عندي مثلا فلز علشان مستوى الطاقة الأخير بتاعه فيه 2 من الإلكترونات، بس هو مستوى واحد، يعني هو كده كامل مش هيخش في التفاعلات. لا، فلز ما يبقاش خام. فلز مستوى الطاقة الخارجي بتاعه يا 1 يا 2 يا 3، وبيبقى غير لو مستوى متشبع. الطاقة 2 وهو المستوى الوحيد. لا ما يبقاش فلز. لازم يبقى غير متشبع. تمام. الاثنين ده يبقى متشبع، ده يبقى غاز خام. بنام اول واحد 2 يبقى غاز خام، خلاص خلص. اوكي. طيب الفلزات دي الخواص بتاعتها ايه؟ الفلزات دي زي ايه؟ الفلزات دي من ضمن الاسماء بتاعتها عشان تسهل عليكم المعادن. الله، يعني المعادن فلزات؟ المعادن هي الفلزات. طب المعادن دي زي ايه؟ حد يقول لي كده. حديد والنحاس والألمنيوم. حديد. زئبق اللي انا قلت الاول. حديد، نحاس، النحاس والألمنيوم. ألمنيوم. ايه تاني؟ والذهب. ذهب وفضة. الله. كفاية. تعال كده نشوف الحاجات دي مشتركة مع بعض في ايه؟ اللي هي العادي. ايه؟ اللي هي معادن. ما هي معادن. معادن يعني فلزات. كويس. معنى كده ان كل دول مستوى الطاقة الخارجي بتاعهم يا 1 يا 2 يا 3. كل دول. خلاص كده؟ طيب الحديد صلب، النحاس صلب، الألمنيوم صلب، الذهب صلب، الفضة صلب، بس الزئبق صلب؟ سائل. يبقى كلها صلبة ما عدا الزئبق. ده المعدن الوحيد اللي سائل. ايه؟ كلها تلين بالتسخين ما عدا الزئبق. تمام. اوكي. كلها تلين بالتسخين طبعا ما عدا الزئبق. طيب اول حاجة ان هي صلبة. المعادن اللي هي الفلزات كلها صلبة ما عدا الزئبق الوحيد هو اللي سائل. حلو قوي. توصيل حراري. جيدة التوصيل الحرارة. حلو تشغيل الدماغ ده. جيدة التوصيل للحرارة. صح. ايه كمان؟ جيدة توصيل كهرباء. والكهرباء كمان. تمام. احنا بنصنع اساسا نحاس الالومنيوم، بنصنع منهم اسلاك الكهرباء، والنحاس يمكن اكتر. الحديد حضرتك لو ملمسه في كهرباء بتتكهرب طبعا، وكذلك الذهب والفضة. المعادن كلها جيدة التوصيل بدرجات طبعا، حاجة أكتر من حاجة. جيدة التوصيل للكهرباء. حلو قوي. إيه كمان؟ إحنا بنعمل من الحديد ده إيه؟ أشكال. بنعمل أشكال، بنعمل الكباري، بنعمل الأبواب بتاعت البيوت، ونقعد نعمل منها أشكال ومش عارف ووردة ومش عارف وحاجات زي كده. النحاس كذلك ممكن نعمل منه. في أواني بتبقى معمولة نحاس. الحنفيات اللي احنا موجودة في بيوتنا دي نحاس أساسا، بس مطلية بالنيكل. الألمنيوم برضو بنعمل منه كابلات
الله، الذهب بنقعد نشكل منه، نعمل منه المشغولات الذهبية بقى ايه؟ الخواتم والصور. والفضة كذلك. الله، ده احنا بنعرف نشكل الحاجات دي. بنسميها ايه بقى؟ قابلة للتشكيل. بنعرف نشكلها، قابلة للتشكيل. حلو قوي. التشكيل ده مش بس ان انا اسيحها واعملها في قالب والكلام ده، لا، بس بدق عليها وتنيها واجيبها يمين وشمال واديها شكل، لكن كمان في حاجة اسمها سحب. وقلنا الطرق ان انا بدق عليها، والطرق. ايه السحب ده؟ عارفين عارفين الحلل بتتعمل ازاي؟ حلة غويطة ازاي كده كلها حتة واحدة. عارفين الاحواض بتاعة المطابخ؟ بيشكلوها. بيعمل لها عملية سحب. بيجيب جهاز كده او مكنة ويضغطها مع حرارة معينة وبتاع مش عارف ايه، فتقوم تتسحب، تتفرد كده، تاخد الشكل بالسحب، طريقة السحب انها تتسحب، فهي قابلة للسحب. فقابلة للسحب والطبق والتشكيل. حلو قوي. يبقى كلها صلبة معانا ازاي بقى؟ وايه؟ المية بتاخد شكل الإناء. المية بتاخد شكل إناء. طيب عشان تركز معايا يا يزيد، المية دي ما هياش عنصر. احنا بنتكلم على العناصر. يعني ايه العناصر؟ احنا ابتدينا في اول الحصة، كنت بفكر زمايلك باللي خدناه في الترم الاولاني، انه رموز العناصر. قعدنا نقول الذهب والفضة والحديد والاكسجين، ولما حتى كان تقريبا ملك قالت لي الاكسجين رمزه O2، قلت لها O2 ده مش رمز، O2 ده جزيء، انا عايز الرمز، فتقول لي O بس، ده الرمز. المية عبارة عن H2O، يعني المية عنصرين مش عنصر واحد. فاحنا بنتكلم النهارده يا زيزو عن العناصر، اللي هو هاخد الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده بتكلم عنهم، ده حاجة وده حاجة. لو اتكلمت مثلا على ملح الطعام، ده مش عنصر، ده مركب، ده عبارة عن حاجتين مع بعض، اسمها كلوريد الصوديوم. فالصوديوم وكلور، ده حاجة وده حاجة. كويس؟ أنا بتكلم عن خواص كل واحد لوحده. وصلت يا زيزو؟ تمام يا بابا. فاحنا بنتكلم على الحديد كحديد، مش عليه حاجة. النحاس كنحاس بس، مش سبايك ولا الكلام ده كله. طيب قلنا جهاز توصيل الحرارة والكهرباء وقابل للسحب والطرق والتشكيل. والجزئية المهمة قوي انه ممكن تلاقي للحاجات ده هي لمعة. يعني احنا كنا بنستخدم، لو تفتكروا في سنة 6 كانوا بيقولوا لكم احنا ليه بنستخدم الزئبق في صناعة الترمومترات. فاكرين؟ لأنه جاي توصيل حرارة. غير جايب توصيل الحرارة، هو مش بيلمع، فهعرف اشوفه من ورا الازاز، سائل فضي اللون لامع، يمكن رؤيته من خلف الزجاج، هعرف اشوفه من ورا الزجاج وهو بيتحرك، اصل هو بيلمع. الحديد له لمعه، له لمعه، هو جديد قبل ما يصدي اللمعه بتروح. النحاس له لمعه، الالومنيوم له لمعه، الذهب له لمعه، الفضه له لمعه. ايه اللي ملوش لمعه في دول؟ كل دول لهم لمعان. يبقى المعادن لها بريق ولمعان. معدني. ايه؟ بريق معدني. لا انا سمعتكش. ايه اللي معدني؟ بريق معدني. له بريق معدني. تمام، برافو عليك. بريق معدني اللي هي معادن له بريق ولمعان. تمام، حلو قوي. الجزئيه المهمه قوي بقى قوي اللي قسمنا على اساسها الفلزات واللافلزات، ان هو الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بتاعها كام؟ يحتوي مستوى الطاقه الخارجي لذراتها 1 و2 و3
على أقل من 4 إلكترونات، اللي هي كام؟ 1 أو 2 أو 3 إلكترونات. حلو أوي. طيب هنكمل شوية في الفلزات ونشوف هي بتخش التفاعل ليه؟ يعني إيه مش فاهم؟ لما يجي فلز يخش التفاعل الهدف بتاعه إنه عايز يوصل لإيه؟ تعالوا نشوف. إحنا بنتكلم النهارده يا جماعة بالمناسبة على الاتحاد الكيميائي. إيه الاتحاد الكيميائي؟ يعني المواد والعناصر دي بتتحد مع بعض إزاي؟ فعشان نفهم هي بتتحد إزاي لازم نفهم كل واحد فيهم وأنواعها والذرات شكلها إيه والإلكترونات اللي فيها إيه عشان نبتدي نفهم هي بتتحد مع بعض إزاي. تعالوا نشوف. الفكرة في الفلزات، ولما هتفهموا الفلزات هنفهم الفلزات بسهولة. الفكرة في الفلزات لما تيجي تتحد الهدف أصلا إنه حاجة زي ال Na مثلا اللي هي الصوديوم. أنا عندي 11 إلكترون، طبعا 11 بروتون وهي ذرة عادية فبيبقوا 11 إلكترون. كويس كده؟ لأنهم قد بعض. تعالوا نوزع. حد يوزع معايا؟ 2 8 1. 2 8 1. حلو. دي إيه؟ دي ذرة عادية. طيب لما تيجي تخش الذرة دي التفاعل بتعمل إيه؟ الذرة بتخش التفاعل فبتبقى عايزة تكمل مستوى الطاقة الخارجي أو يبقى مستوى الطاقة الخارجي بتاعها مكتمل. أساس فكرة إن الذرة تخش التفاعل إن يبقى مستوى الطاقة الخارجي بتاعها مكتمل. طب دي هتكمله إزاي؟ قال لك إنه الفلزات عشان مستويات الطاقة الخارجية بتاعتها أقل من 4 فهي بتميل لفقد الإلكترون. تميل إنها تفقده، تسيبه. يعني بتخش الواحد؟ بتسيب الواحد، بتديه للذرة التانية اللي بتتفاعل معاها. كويس؟ بتميل لفقد الإلكترون ده. طب لما تفقد الإلكترون ده هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقى عاملة كده. ال Na أهي، وادي 2 8 بقت كده. الله، طب دي كده ذرة عادية؟ لا، دي ناقصة إلكترون. الإلكترون ده شحنته إيه؟ موجبة يعني ولا سالبة؟ الإلكترون شحنته موجبة ولا سالبة؟ سالبة. حلو قوي. والذرة أصلا على بعضها شحنتها إيه؟ متعادلة. حلو قوي. هي فقدت شحنة واحدة سالبة، هتبقى موجبة. برافو عليك. وهيبقى عندها شحنة واحدة موجبة لأن هي فقدت شحنة واحدة سالبة، فبقى عندها شحنة موجبة زيادة كده. اتحولت لحاجة اسمها أيون. ما عادش ذرة في الحالة دي، أيون موجب. يبقى الفلز، ذرة الفلز لما تخش التفاعل بتتحول لأيون موجب عشان تعرف تتفاعل. الله، عشان تعرف تعمل اتحاد كيميائي. طب تعالوا كده نعمل مقارنة بين ذرة الفلز وبين الأيون الموجب. تعال، احنا هنا لو دي معتدلة ودي موجبة. هنا الشحنة، هنا الشحنة قلنا موجبة وهنا الشحنة متعادلة. معتدلة. حلو جدا. طيب هنا عدد الإلكترونات بقى 10. بقى 10 صح. هنا العدد بقى 10 وهنا 11 وهنا 11. تمام. طيب عدد البروتونات اختلف.
لا. لا، زي ما هو هنا زي ما هنا. هو كان كام بالمناسبة؟ كان 11 هنا وهنا. ايوه. ايه؟ مش بقى 10. لا، اللي بقى 10 الالكترونات. هي فقدت الكترون، البروتونات زي ما هي. ها، وصلت يا اياد؟ البروتونات مالهاش دعوه بالتفاعل. التفاعل بالالكترونات، الالكترونات هي اللي بتخش في التفاعل مش البروتونات. فهي عشان تبتدي تخش التفاعل بتفقد الالكترون ده، تتحول لايون. وزي ما قلت لي لما اتحولت لايون بقت هي فقدت شحنه سالبه، فبقت هي شحنتها موجبه، شحنه واحده موجبه، وبقى اسمها ايون. بنعمل احنا مقارنه بين الاثنين، النيوترونات والبروتونات جوه النواه ما اتغيروش زي ما هم. النيوترونات بالمناسبه كام؟ لان دي كانت 23. كام؟ 23. لا، ده العدد الكتلي. النيوترونات هتبقى كام؟ 23 مع 11. يبقى كام؟ 12 هنا و12 هنا. الله، يعني بس هنا نتغير حاجتين اهو. عدد الالكترونات هنا اختلف والشحن اختلف. تمام. طيب، هاخد مثلا مين؟ هاخد سيف معايا؟ انا معاك. طيب، حلو قوي. تعال ناخد ذرة تانية كده نشوف لما نيجي نحولها لأيون. بس اتفضل. هو انا ممكن اطلب طلب؟ اتفضل. ممكن نغير الميعاد؟ تغير الميعاد؟ وانا برضه عايزه اغيرها، بس عشان مش مركز معايا خالص. انا يوم الاثنين بكون ورايا تمرين. يوم الاحد والخميس اخويا بيبقى وراه تمرين فبروح معاه. يعني انا كنت اصلا في التمرين مع مؤيد ولسه يعني راجع قبل بعد الدرس اصلا ب5 دقايق اهو. الاثنين، الحد والاثنين، يعني عايز الميعادين يتغيروا؟ لا، يعني عايز الوقت يتغير. الوقت نفسه؟ انتوا فاكرين واحنا اصلا بنعمل الميعاد ده يعني اخدنا لفه جامده عليكم، واخدنا تصويت، واخدنا مش عارف، عملنا هيص عشان ناخد الميعاد ده اساسا. احنا كان عندنا كذا ميعاد متاح. حاليا يا جماعه ما عادش في مواعيد متاحه، يعني كان في قبل كده فرصه. الصبح الساعة 11 بس. بتقول ايه يا اياد؟ لا، انا مش عايزه بالليل، عايزه مثلا الصبح. مثلا لو هتدونا الساعة 11 أنا بالنسبة الساعه لي عادي. 11 ازاي بطل وانت عندك مدرسه؟ انا آه، الساعه 11 بالنسبه لي حتى مفيش ما فيش. مشكله، لكن لا، لسه انتوا يعني عندكم لسه مدارس. هرجع. لسه هرجع. الساعه 4. ماشي. انا عندي حصص الساعه 4. لسه انت وراك حصص خلي الساعة الساعة كام؟ 4. لسه، طب ما تخلي الساعة 4 الساعة 7:30 واحنا نبقى الساعة 4. الساعه 4 7 ونص. طيب، ممكن نكمل ماشي. حصتنا النهارده ونتناقش في الحكايه دي عشان احنا قدامنا ربع ساعه بس. نتناقش في الحكايه دي على الواتساب. ممكن نتناقش في الحكايه دي على لأن الواتساب أنا عشان كل واحد يقول رايه. وانا هقول لكم برضو لو في حاجه عندي متاحه، لان انا برضو الوقت بالنسبه لي مش متاح كله يعني. اوكي؟ لسه مستنت عندك بيت الساعة 4. نعم. ما قلنا هنتكلم على الواتساب، اصل كده الحصه هتروح. هنتكلم على الواتساب عن يعني نوعين. احنا عندي درس الساعة 4. تمام، هتلاقي حد عنده حاجه فهنتكلم بس عشان كل الناس تقول لا عنده كذا، لا عندي كذا. طب انا ماشي موافق، انا لما كله يتفق على حاجه معينه وتكون مناسبه لي انا ما عنديش مانع. تمام. اوكي، هنكمل الحكايه دي هنتناقش فيها على الواتساب. سيف، لو اخدنا حاجه زي المغنيسيوم. طيب، المغنيسيوم يا سيف الذره بتاعته 24 و12. 24 و12 دي يا سيف يعني ايه؟
يعني أنا عندي هنا 12 بروتون وعندي 12 نيترون. وزع كده بطل. ذرة ام جي 12 و 12 صح؟ امم تمام. يبقى كي 2 كي 2 والال 8 والام هيكون 2. حلو قوي. نقدر نقول على ده فلز ولا فلز ولا ده ايه؟ لا ريز ده فلز عشان آخر مستوى نشط يعني. ما هو نشط ماشي، ما هو لا فلز نشط برضه، لكن عشان مستوى الطاقة الخارجي بتاعه أقل من 4 2 أهو، فلما أقل من 4 يبقى فلز. تمام حلو قوي. احنا قلنا إنه فكرة الفلز أساسا عشان إلكترونات مستوى الطاقة بتاعته الخارجي أقل من 4 فهو بيميل إن هو يفقدها. حلو كده؟ يبقى هو كده هيميل إن هو يفقد 2. مش واحد بقى، هنا عنده 2 أهو موجودين. عشان يتحول لأيون هتبقى كي هتبقى كي هتبقى كي 2 والال 8 8 هتبقى ام جي. انا كاتب ان ايه ليه؟ تمام ام جي صح. ام جي زائد 2. زائد 2 يعني ايه؟ ان المستوى اللي قبله فقط 2 يعني. يحمل شحنتين موجبتين. زائد 2 دي يعني هو عنده شحنتين موجبتين. اصل هو فقد 2 الكترون، والاثنين الكترون دول شحنتهم سالبة، فهو فقد شحنتين سالبتين، فبقى الزيادة عنده 2 موجبتين قصادهم، قصاد اللي تم فقدهم دول. أصبح ده اسمه أيون موجب. ده ثنائي الشحنة، أو يحمل شحنتين موجبتين، عنده شحنتين موجبتين. تمام حلو قوي. تعالوا بقى نعمل مقارنة حضرتك بين ادي الشحنة وادي الالكترونات، النيترونات، البروتونات. يلا بطل. الشحنة في الايون الشحنة في الايون هنا. الايون شحنته ايه؟ موجبة. موجبة. تمام موجبة. والذرة الذرة متعادلة. متعادلة. حلو قوي. طيب عدد الالكترونات 10. برافو عليك 10. وعدد الالكترونات 12. طيب النيترونات 12. النيترونات 12. وهنا 12. طب والبروتونات بروتونات 12. البروتونات 12 12. طب وفي الذرة 12. ايه اللي اختلف بقى هنا؟ الشحنة والإلكترونات. بس دول اللي اختلفوا. نتحول لحاجة اسمها أيون، ما بقاش اسمه ذرة، بقى اسمه أيون. بريم. نعم. ناخد الألمنيوم. تمام. الألومنيوم يرين 17 وكم؟
27 و13 صح كده؟ 27 و13 الألومنيوم 27 فوق و13 تحت. ال 27 دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن 13 و 14. حلو، يلا يا فندم. كي المستوى كي هيبقى 2 وال هيبقى 8 وام هيبقى 3. تمام، برافو عليك. حلو قوي، تمام. ده نقدر نقول عليه فلز؟ ايوه، ليه؟ لان مستوى الطاقة الاخير اقل من 4. أقل من 4، تمام، من 1 ل 4. تمام. حلو قوي. طيب هو عشان يتحول لأيون هيعمل إيه؟ هيشيل المستوى الثالث اللي هو هيشيل التالت. ام. ماشي، حلو قوي. طيب وهيبقى إزاي بقى؟ هيبقى كي 2 وال 8. جميل جدا. طيب وفي الحالة دي بقى أيون موجب عنده كام شحنة موجبة؟ يعني عندك كم شحنة؟ هو فقد كام إلكترون سالب؟ 3. مش احنا اتفقنا انه في الذرة المتعادلة دي عدد البروتونات اللي هي الشحنات تعتبر هنا عندي 13 شحنة سالبة وعندي 13 شحنة موجبة، مش كده؟ ايوه. طيب انا شلت هنا 3 هم، فقدتهم، اصبح عندي قصادهم 3 هم بتوع البروتونات، هم اللي ادوا للايون الشحنه الموجبه، لان دول زياده اهو، دول ازيد من دول. يبقى البروتونات هنا اصبحت ازيد من الالكترونات ب3 شحنات، خلت الايون ده عنده 3 شحنات موجبه. وصلت؟ ايوه. تمام. يبقى في الحاله دي هو عنده كام شحنه موجبه؟ 3. 3 شحنات موجبه، لانه فقد 3 الكترونات، فبقى البروتونات عندهم زياده 3 شحنات موجبه. 3، اوكي. فبقى ده ايون موجب يحمل 3 شحنات موجبه. تمام. الاختلاف هنا ايه بقى عشان ما نتكلمش كتير؟ قولي لي الاختلاف في ايه بين ده وبين ده؟ ان ده ان العنصر شحنته متعادلة والايون الموجب شحنته موجبة. هي دي نسميها ذره، ده بنسميه ايون. دي الذره، ده ايون. الذره هنا ذره العنصر دي شحنتها متعادله، وذره الايون او الايون يعني مش الايون بتاع العنصر ده شحنته موجبه. حلو قوي. ايه تاني؟ وعدد الالكترونات. عدد الالكترونات كمان. هنا في الايون هيبقى 10. ايوه. وفي ذرة الالومنيوم هيبقى 13. هيبقى 13. تمام. انما البروتونات اختلفت؟ لا. النيوترونات اختلفت؟ لا. تمام، حلو قوي. نقدر نعرف الايون؟ حد يقدر يعرف لي الايون؟ بتكلم طبعا هنا على الايون الموجب، عشان في حاجه اسمها ايون سالب هنعرفها الحصه الجايه. هي الذرة التي خسرت المادة الدموية الإلكترونات. تمام. يبقى الايون الموجب دي ذره عنصر نوعه ايه؟ فلزي ولا فلزي ولا خامل؟ فلز. يبقى ذرة عنصر فلزي. حلو قوي. فقدت الكترون، ممكن واحد بس،
أو أكثر. حلو كده؟ أثناء التفاعل الكيميائي، الكلام ده بيحصل لما هي تعمل تفاعل أثناء التفاعل الكيميائي. مفيش حاجة اسمها أيون كده موجود لوحده. مفيش أيون كده موجود في الطبيعة عادي كده لوحده، لا مفيش حاجة كده. الأيون ده لازم يبقى ماسك في حاجة. تمام؟ العناصر موجودة لوحدها، انما الأيونات مفيش أيون كده موجود لوحده. فبيحصل ده أثناء التفاعل الكيميائي. يبقى ذرة عنصر فلزي فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، ده الأيون الموجب. طيب، من خصائص الأيون الموجب ده عدد البروتونات وعدد الإلكترونات اللي احنا عرفناها دلوقتي، الشحنات بتاعته ايه ومستويات الطاقة بتاعته ايه. هناخد الثلاث حاجات دول. خصائص الأيون. مستر هو لسه قد ايه؟ احنا هنخلص 9. خصائص الأيون الموجب. لسه 5 دقايق. لسه 5 دقايق. عدد الإلكترونات. دكتور هو انا لازم امشي دلوقتي مع ماما. تمام، اوكي. تابع الجزء الباقي 5 دقايق دي على الفيس. اتفضلي. تمام. خصائص الأيون الموجب ده إن عدد الإلكترونات اللي موجودة عدد الإلكترونات اللي حوالين النواة أقل من عدد البروتونات، لأن الذرة بيبقى العدد قد بعضه. إنما هنا في الأيون عدد الإلكترونات بتبقى أقل من عدد البروتونات، يبقى دي أقل من عدد البروتونات. صح كده؟ طيب، الشحنة. الأيون بيحمل عدد من الشحنات طبعا الموجبة تساوي عدد الإلكترونات اللي فقدها. صح كده؟ يبقى عدد الإلكترونات في الأيون أقل من عدد البروتونات، ده طبيعي لأنه فقد إلكترونات. الحاجة الثانية إن الشحنات بتاعته زي ما انتوا شفتوا، احنا قلنا الأيون عنده 3 شحنات عشان فقد 3 إلكترونات، عنده شحنتين عشان فقد إلكترونين، عنده شحنة واحدة عشان فقد إلكترون واحد في الصوديوم. يبقى عدد الشحنات الموجبة بتاعته بتساوي عدد الإلكترونات اللي فقدها. طيب تمام، حلو قوي. طيب، مستويات الطاقة بتاعته. عدد مستويات الطاقة بتاعت الأيون أقل من مستويات الطاقة بتاعت الذرة. عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب اوكي. اللينك فصل. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبطال؟ كده الحصة بتاعتنا خلصت. آخر جزئية كنت بقولها إنه عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب بتبقى أقل من عدد مستويات الطاقة في الذرة بتاعته، أقل من عدد مستويات الطاقة في الذرة بتاعته، في ذرته. تمام كده؟ تمام. إن شاء الله أشوفكم على خير الحصة الجاية بإذن الله. هبعت لحضراتكم كمان شوية الواجب على الواتساب. بشكركم، أشوفكم على خير الحصة الجاية بإذن الله. وابعتوا فكرة تغيير الميعاد لو مناسب لكم ومناسب ليا، أنا ما عنديش أي مانع. أنا يهمني طبعا إن أنتوا يعني يبقى وقتكم مستريح، تحضروا في وقت مريح بالنسبة لكم، وإن شاء الله يكون نعرف نلاقي وقت مناسب للجميع بإذن الله. بشكركم، السلام عليكم.